يقدمون زوجاتهم هدايا ترحيبا بالضيوف. في البداية لا تنسى الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس. في الشمال الغربي لدولة ناميبيا تعيش قبيلة الهمبا المعزولة. إذ لا تعرف هذه القبيلة شيئا عن العالم الخارجي من حولها، فالنساء هناك يستيقظن في الصباح تحت أشعة الشمس الحارقة ليبدأن رحلة البحث عن الطعام وحليب الأبقار الذي يعد المهمة الأساسية لنساء القبيلة، فيما يعرف الرجال في القبيلة بعدم قيامهم بشيء وجلوسهم في مقاه بدائية أو شرب الخمر، وفي بعض الأحيان يخرجون للصيد. ولا تعرف النساء في القبيلة شيئا عن الاحتشام. حسب تقرير نشرته The Guardian، يصل عدد سكان القبيلة إلى 50,000 نسمة، وهو شعب متعدد الزوجات. يقوم الأب باختيار زوج لابنته فور بلوغها، ولا يحق لها أن تعارض القرار. كما يعرف شعب الهمبا بعادة غريبة تجاه الضيوف، إذ يقوم الرجل بإهداء زوجته لتقضي الليلة مع الضيف، وهذا التقليد يعرف باسم إهداء الزوجة للضيف، وفي لغتهم يسمى أوكوجيبيسا أوموكازيندو، بينما ينام الزوج في غرفة أخرى، وفي حالة عدم توفر غرفة ينام زوجها خارج المنزل، اعتقادا منهم أن هذه الحركة تقلل من الغيرة وتعزز العلاقات بين الزوجين. يحظر إنجاب التوأم في القبيلة، إذ تعتبر علامة شؤم أو نحس. تقوم المرأة الحامل قبل الولادة بالخروج من القبيلة رفقة امرأتين فقط لمساعدتها أثناء الولادة، وتعود بعد ولادتها بيوم واحد إلى القبيلة للاحتفال بالمولود الجديد.